ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشني كتير من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو تموين الشهر. انا جبت ايه الشهر دوت. طبعا انا بقالي مده طويله جدا ما صورتش معاكم التموين الشهري بتاع كل شهر. يلا بينا كده نبدا بقى في الفيديو ونشوف احنا جبنا ايه التموين الشهر ده. طيب، مبدئيا كده انا التموين بتاعي فردين خلاص، وطبعا بيبقى فيه فرق عيش. اول حاجه كده جبتها معايا وهي من الحاجات الاساسيه بالنسبه لي هي الزيت. جبت ازازتين من الزيت اهو. الزيت ده اسمه المائدة. انا بصراحة انا اول مرة اجيبه، يعني هو 800 لتر، يعني بصراحة حجمه حلو خلاص. وده انتاج شهر 7 2024، يعني لسه انتاج الشهر دوت. وما شاء الله بصوا الزيت حلو، يعني مفيهوش ترسبات من تحت ولا حاجة. خلاص انا بصراحة يعني انا قلت الشهر دوت هجيب الحاجات الاساسية اللي هي المعتادة بتاعة التموين. طبعا الزيت ده انا بستخدمه للتحمير، مش بستخدمه للاكل. او الكيكات والحاجات اللي زي دي ببقى جايبه لها زيت مخصوص. وده فيديو مشتريات الشهر طبعا اكيد نزل لكم. فبالنسبه لي ده انا بجيب زيت كده بره للاكل، وكمان للكيكه او الحاجات اللي هي دي، لكن ده انا بخصصه للتحمير بس. طبعا الازازه بقى مزيته خالص. انا بعد ما بقفل الفيديو بغسلها بالصابون وبشيلها. وكمان في حاجة بعملها لما بيكون عندي زيت زيادة. بحاول ان انا اشوف التاريخ بتاعه وابدأ ان انا ارص الزيت بالترتيب. برتب الزيت حسب تاريخ الانتاج بتاعه، علشان القديم استخدمه الاول وبعد كده استخدم الحديث. فلازم تعملي الحركة دي عشان ما يجيش عليكي وقت تلاقي الزيت انتهى الصلاحية وترجعي تقولي يا ريتني استخدمتها. خلاص، فانا جبت الازازتين الزيت دول اول حاجة كده جبتهم من التموين. طيب، تاني حاجة معايا جبتها وهو السكر. برضو انا جبت سكر. جبت فجبت بصوا برضو السكر من الحاجات الاساسية قوي بالنسبة لي. بصوا تاني حاجة جبتها وهو السكر. السكر برضو من الحاجات الأساسية اللي لازم بجيبها كل شهر حتى لو عندي، لأن بصراحة فعلا بيفرق جدا. كمان أنا بحتفظ بيه في الديب فريزر أو في الفريزر على فكرة، ولا بيجمد ولا بيحصله أي حاجة، وبطلع على قد استخدامي كل شهر. فبصراحة بالنسبة لي بيبقى منجز جدا، وطبعا سعره أحسن بكتير من بره. بس طبعا بصوا هو انا حاسه ان هو مخروم، مش عارفه فيه ايه عمال يوقع سكر. بس طبعا انا برضو بعد ما اقفل الفيديو هبدا ان انا اعبيه في كيس او حاجه، عشان حرام ما هقدرش فيه السكر او الكميه بتاعته. خلاص بصوا، المهم ان انا جبت كيسين من السكر. هو ده بقى بصوا مفتوح خالص، ده مفتوح خالص. خلاص بقى مش مشكله، وانا بعد الفيديو هبقى اعمله. المهم ان انا جبت كده كيسين من السكر وازازتين من الزيت. طبعا انتوا عارفين ان الفرد بيبقى ليه ازازه زيت وكيس سكر، فطبعا انا فردين، فكده ليا ازازتين زيت وكيسين سكر. فانا خدت ازازتين زيت وكيسين سكر. طيب، انا جبت ايه بقى بالباقي؟ طبعا الباقي ده بيبقى حسب احتياجاتك او حسب الحاجه اللي انت محتاجاها. فانا بصراحه كنت محتاجه المكرونه اللي هي الخواتم دي، وطبعا معظم بتوع التومين بيبقى عندهم مكرونه اللي هي سيلفانا. ده النوع المنتشر قوي هناك. دي 400 جرام. طبعا دي خواتم. خلاص. دي انا بصراحه مش عارفه سعرها كام. انا بصوا انا قلت له انا عايزه ايه، يعني ازازتين زيت كيسين سكر كيس مكرونه. خلاص. فانا جبت كيس مكرونه بس تقريبا ده ب10 حاجه زي كده. جبت كيس مكرونه اللي هي الخواتم دي، واتبقالي 20 جنيه. خلاص، طبعا كل ده بفرق العيش. اتبقالي 20 جنيه، فجبت كيس الصلصه ده. طبعا بما اني ان انا الشهر ده ما جبتش علبه اكياس صلصه زي ما انتوا شفتوا كده في فيديو المشتريات بتاعه اللي هو بتاعه الشهر. فقلت برضو مش هيخسر وبتبقى حلوه. دي وزنها كام؟ ثواني كده هشوف لكم اهو. دي وزنها 300 جرام. وصلصه قها على فكره معروفه بتبقى كويسه. الكيس ده كان عنده ب 18 جنيه. خلاص، انا زي ما قلت لكم بفرق العيش بكله اتبقى لي 20 جنيه. فجبت كيس صلصه اللي هي القها دي.
واتبقى 2 جنيه، فقلت له هات بيهم كيس من الملح اهو. انا بصراحه برضو ما جربتش الماركه دي، بس ممكن مثلا اخليها بقى ايه في تتبيله في اللي هي خلطه نقع الفراخ والحاجات اللي زي دي، او ممكن استخدمه عادي، لسه مش عارفه خلاص. بس قلت برضو مش بيخسر. وجبت الكيس ده ب2 جنيه. ده كده التموين بتاع الشهر اللي انا جبته اهو. ودي كده الحاجات اللي انا جبتها الشهر ده اللي هو شهر 7. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش بقى تقولوا لي تحت ان انتوا كام فرد في التموين وجبتوا ايه الشهر دوت. و اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. مع السلامة. هنا بقى قلت كده اشيل معاكم الحاجة اللي انا جبتها بتاعة التموين. يعني قلت كده هشيل كل حاجة في مكانها وافضي الحاجة معاكم. قد ايه انتوا وحشتوني، وحشني كمان الفيديوهات والتصوير معاكم. انا عارفه ان انا جدا مقصره في حق القناه الفتره ديت. بس اعذروني، وانا عارفه ان انتوا دايما بتقفوا جنبي وبتدعموني. وشكرا جدا على كلامكم الحلو اللي دايما بتكتبوه تحت في التعليقات على الفيديو. يا رب كده اكون دايما عند حسن ظنكم، واقدر ان انا افيدكم حتى لو بمعلومه بسيطه. والله وان شاء الله باذن الله احاول الفتره اللي جايه ابقى متواجده معاكم باستمرار. وان شاء الله باذن الله نمشي على روتينات حلوه وعلى ميزانيات وعلى تخطيط للميزانيه بتاعه الشهريه بتاعه الشهر. فان شاء الله باذن الله ادعولي بس كده ان انا ارجع تاني بحماس زي الاول. بصوا انا هنا فضيت المكرونه زي ما قلت لكم، كنت محتاجه المكرونه دي، كانت ناقصه خالص من عندي. وزي ما شفتوا العلبه كانت فاضيه، ففضيت الكيس كده فيها. بصوا بقى البرطمان ده انا بحط فيه السكر. السكر لازم احطه في حاجه محكمه الغلق، عشان النمل طبعا انتوا عارفين في الصيف يعني ما بيسيبش حاجه. فانا لو حطيته في علبه كده اي كلام هلاقي النمل وصله، ومش هعرف خالص ان انا اتخلص منه. فانا بقى بعمل ايه، بحط كده على قد ما البرطمان ياخد. طبعا عايزه اقول لكم ان الكيسين كانوا مخرومين وبهدلوا الدنيا. وطبعا ما كانش خالص ان انا ينفع ان انا احطهم في الديب فريزر كده. فالحمد لله لقيت ان البرطمان في مكان فيه فاضي، على اساس ان انا افضي فيه الكيسين. طبعا هو خد كيس ونص، والباقي بقى هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. يعني مليت البرطمان على قد ما خد. وبصوا زي ما انتوا شايفين انا حاطاه في حاجه محكمه الغلق، علشان يكون ماسك معايا جامد، ومفيش اي مجرد اي مكان يخش منه نمل. طبعا بنفضه كويس وبشيله. ده اللي انا باخد منه اعبي في العلبه اللي هي على الرخامه، اللي هي الصغيره دي زي ما انتوا شايفين. بس طبعا عشان البرطمان اتملى على اخره وكان ناقص لسه حبه في الكيس، فقلت اكمل البرطمان او العلبه الصغيره اللي هي بتاعه السكر بتاعه الشاي والمشروبات. وكمان كان عندي ببقى حاطه علبتين سكر على الرخامه اللي هي العلبه الصغيره دي. والعلبه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي انا ببقى حطاها عشان لو عملت عصاير، عملت رز بلبن، عملت حاجه زي كده يكون فيها حبه سكر كده محترمين ان انا اخد منها براحتي. خلاص فانا برضو كانت فاضيه فمليتها اهو زي ما انتوا شايفين. وهاخد بقى من البرطمان الكبير ده اكمل العلبه الصغيره دي. العلبه دي انا بحبها قوي، كنت كسباها في كاكاو دريم ايام ما كان بيعمل الكاكاو معاه علبه من دول مجانا. اهو انا هنا مليتها وفضيت ومليت كمان العلب الصغيره اللي انا بحطها على الرخامه. طبعا لو انا بقى معايا اكياس زياده فانا بحطها في الدرج بتاع الديب فريزر. ما بيحصلهوش اي حاجه. بصوا بقى الكيس بتاع الصلصه ده كان مزيت خالص من الزيت، كل حاجه كانت مزيته من الزيت. فانا بقى بعمل ايه، ببدا ان انا اغسلها كده بميه وصابون تحت الحنفيه، واشيل منها اي تراب، بحيث ان انا لما اجي احتفظ بيها تكون نظيفه. عايزه اقول لكم كمان ان انا المشتريات الشهر ده لما جبتها كنت جايبه معاكم كيس صلصه برضو. انا فضيته في علبه وحطيته في الفريزر، ولما بحتاج باخد منه اطلعه وهو مجمد، اكسر كده بالمعلقه، كان بيتكسر معايا بكل سهوله. ومش عارفه ليه حبيت قوي الطريقه ديت، وحسيت انها اولا موفره، لان كيس الصلصه ممكن انا جايبه الشهر ده من بيم مش عارفه ب 14 جنيه حاجه زي كده. فسعره بالنسبه لي حلو، وكمان الكميه كويسه اللي فيه. ده انا جبته كده من التموين برضو حلو جدا. لما العلبة تخلص هروح مفضية الكيس ده مكان العلبة، مكان القديم يعني. فانا حسيت ان بيوفر معايا اكتر. كمان غسلت الازايز بتاعه الزيت زي ما انتوا شفتوا كده. وكمان كان عندي كيس الملح اللي انا جبته في التموين زي ما انتوا شفتوا، فقلت كده برضو افضيه في العلبة بتاعه الملح. بحيث ان انا كل حاجة كده محتاجة انها تتشال في مكانها بحطها.
بس بصراحة الملح ده انا مش عارفة بقى ايه، بيملح قوي ولا ايه، بس يعني هو شغال برضو مش هيقول لا. اهو دايما بحط كده في العلبة برضو معلقة باخد بيها الملح. بصوا دي كده الحاجات اللي انا فضيتها معاكم، وغسلت الحاجات اللي كانت مزيته، وزي ما انتم شايفين يعني ما تسيبيش الحاجه كده متبهدله وتحطيها في الضرفه وتقولي اصلا انا تعبانه، اصلا انا مش قادره. لا، الحاجات دي مش هتاخد منك دقيقه دقيقتين بس تكوني شايله الحاجه على نظافه. اهو. كمان بقى مسحت الرخامه اللي انا كنت بصور لكم عليها الروتين التموين، علشان خاطر كانت برضو مزيته مطرح الزيت والسكر واقع عليها. انا بقى نضفتها ومسحتها، وهرجع بقى علبه السكر مكانها، وهبدأ كمان ان انا اشيل بقى كل حاجة من دول في مكانها. وزي ما انتم شايفين بصوا السكر هنا واقع ازاي، والدنيا كانت متبهدلة. بس كده انا بقى هشيل كل حاجة في مكانها. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك. مع السلامة.